هلو، صباح الخير او مساء الخير عليكم. يعني معلش انا اتاخرت، الشغل كان كتير جدا. وحشتوني والله. آم، يعني انا ما بتكلمش في السياسة كتير، بس يعني عايز اقول رأيي يعني في حاجة كده يعني. آه، بالنسبة لكل الحروب اللي بتحصل في منطقتنا وفي العالم كله، في مجموعة من اليوتيوبر. طبعا دول اللي هم المحللين بقى، الاقتصاديين والسياسيين والعسكريين. الناس دي طالعة كده، يعني مش عارف. بتحس من كلامهم ان في الحماسة وفي الحقد وفي التعصب وفي الانحياز. فيعني بس انا عايز اتكلم في الموضوع ده. طب بس انا عايز ابدأ بحاجة تطورية حصلت مع الإنسان. آه، ودي كانت حاجة من، يعني من حاجات التطور، اللي هو زي ما قال داروين تقريبا: survivor of the fittest، البقاء طبعا في ناس كتير بالأقوى، بس هي للأنسب أو للأصلح أو اللي بيتكيف، the fittest. بس تاخد انت كلمة فيتست مثلا، يعني مثلا احنا هنا بنشوف حد بيكون جسمه متناسق، عضلاته يعني باينة وكده، فبنقول you look fit. مش بتبقى you look قوي، you look strong، no you look fit، يعني جسمك مناسق. فطبعا ده بيديه برضو، يعني بيبقى فيه شيء من القوة. طيب، آه يعني معنى كده الإنسان الأصلح، الأقوى، الأنسب، هو ده اللي ورا جيناته وتكاثر، لانه اخذ النصيب الاكبر من الاكل، اخذ النصيب الاكبر من اللي بيصطادوه. فقدر ياكل ويشرب وينام مثلا في امان، وورث جيناته لابنائه. طب والانسان اللي هو مثلا بقى نوت فيت، يعني مش اصلح والضعيف، برضه هو في اتصرف، ممكن ان هو على شيء قليل من الطعام قدر اللي هو سرفايف، ان هو وبرضه ورا جيناته. فنلاحظ ان مسألة القوي والضعيف دي من اول ما عرف الانسان وعرف انه آه، بقى يعيش في تجمعات، بقى في الملك وفي رئيس القبيلة هو ده القوي مثلا، اللي هو فيتست، اللي هو شاطر عارف يتناسب. برضه يعني ايه نخلي كلمة فيتست كمجموعة من الصفات، من ضمنها انه قوي. برضو بنلاحظ دهوت في جميع القردة العليا: الشمبانزي، البابون، الغوريلات. بنلاقي ان زعيم القبيلة بتاعت الغوريلات او الشمبانزي، او ال يعني هو اللي بياكل اكتر، هو اللي بيحوز على كل الاكل تقريبا، وهو اللي فاضل منه، وبعد ما بيشبع هو بيوزعه مثلا على القبيله، او بيسيبهم هم يتخانقوا مع بعض وياكلوا. بس اهم شيء ان هو اكل وفاد نفسه، واكل مثلا عياله واسرته. ولغايه دلوقتي بنشوفها، يعني دي حاجات مش فما ماشى معانا الموضوع لغايه مثلا نتكلم عن حقب في العصور المصريه والعصور الشاميه مثلا، اللي هو الفتوه، او مثلا في الشام بيبقى القبضاي. الفتوة ده اللي هو القوي جدا، شخص قوي جدا بيضرب ناس كذا واحد، وبيقدر اللي هو يسيطر. فهو ده هو اللي بيجيله نصيب كبير من الاكل، هو اللي ده تجارته بتمشي اكتر. فكل ده، وهو ما هو محتاج الناس برضو اللي اضعف منه او الغير اللي هم مش قادرين يتكيفوا، بيوزع عليهم نصيبهم، او بيخليهم يربحوا تحت عينيه. فموضوع القوي والضعيف دي ماشية معانا من اول ما وجد الانسان، وافلام مصرية كتير عرضتها، مسلسلات شامية كتير حطتها. كل الثقافات وكل التجمعات سموا الشخص القوي ده باسم. يعني مثلا في الجزيرة العربية الفارس، اللي هو بسيف كده يضرب 50 واحد، وبسيف تاني يضرب 100، فسموه هناك الفارس. في مصر الفتوة، في الشام القبضاي،
وفي كل مجموعة ودولة أو كالتشر بقى ليه اسم. طب في عصرنا الحالي بقى في دولة منهم اسمها أمريكا. طبعا لو انت تفكر هل الفتوة هل القبضاي ده هل اللي هو زعيم الشمبانزي ولا زعيم الغوريلا ده محبوب؟ لا، مش محبوب طبعا. بيكرهوه الناس جدا وبيتمنوا له الموت وبيتمنوا له اللي هو حاجة تحصل له، لأنه احنا جيناتنا بتخلينا، يعني في حاجة في جيناتنا بتخلينا نخاف من القوي. ليه؟ لأنه عارفين هو ممكن يعمل فينا ايه، عارفين هو ممكن يسبب أذية أو ألم أو تحيد. يعني ممكن عارفين ان القوي ده هو ممكن يسبب لنا اذى، فاحنا ما بنحبوش تلقائيا. طيب اللي هم سرفايف واللي هم نجوا مع انسان قوي من زمان بقى، يعني ما من اول ما اكتشف الانسان حصل ايه؟ ان هم عرفوا يتعاملوا معاه، عرفوا ان هم يستفادوا منه وفي نفس الوقت يفيدوه. فنرجع تاني بقى لامريكا. فعندنا مثلا ايه القوة الموجودة دلوقتي؟ امريكا طبعا قوة عظمى، الصين وروسيا. فطبعا في قوة، في دول عظمى تانية مثلا اليابان، البرازيل وكده مثلا. بس مثلا مش بقول قوة بقى الجيش وكده، هو يعني عندهم قوة تدميرية كبيرة مثلا. فمثلا امريكا بتستحوذ على قوة جيش كبيرة جدا وقوية جدا واقتصاد كمان، وكذلك الصين وكذلك روسيا. طيب انت بقى كإنسان مش هقول ضعيف، يعني مثلا لسه ما وصلتش لقوتهم، يعني مثلا لسه ما وصلتش، انت تتعامل معاهم ازاي؟ مين اللي تتحيز ليه؟ مثلا لو قلنا امريكا، هناخد مثلا اتحيز لامريكا. طيب الامريكي بيعمل ايه؟ الامريكي خلاص بقى عن السيطرة عليك. بيجي مثلا عندك بلدك عشان ياخد مثلا ايه الموارد الطبيعية، يستفيد. هو مش هيعمل الجيش ده كله عشان سواد عيوننا يعني ويبقى عادل والكلام اللي هو العاطفي بتاعنا ده، لا. هو بيعمل جيش قوي زي ده عشان مصلحته. فبيجي يدخل بلد عندك، فانت بقى على المستوى الشخصي انت كفرد بتستفيد منه ازاي؟ الامريكي المستثمر اللي معاه الاموال بيجي مثلا يشوف انت في بلدك، انت مثلا راجل نجار كاربنتر، بتعمل مثلا كرسي بيكلفك ماتيريال دولار وبيكلفك وقت دولار وبتبيعه ب5 دولار، فانت بتكسب فيه 5 دولار. فيجي الامريكي المستثمر يقول لك ايه ده، انت بتكسب فيه 5 دولار، ده ممتاز جدا، ايه رأيك انت تعمل منه الاف، وادي فلوس اهي، وهكبر لك المحل واعمل لك المصنع، وابو 5 دولار ده هبيعه في امريكا ب10 دولار ونكسب ضعف الضعف. ده هي رأس المالية الامريكا، بتفتح مصانع في كل انحاء المناطق، انحاء الدول العالم اللي هي فيها العمالة رخيصة او الموارد رخيصة، صح؟ في المكسيك بتفتح، في الصين بتفتح، مالية العالم يعني المرتبات العمال ضعيفة والماتيريال ضعيفة بمصانعها. فانت على مستواك الفرد، ما بتكلمش انا الحكومات ومش عارف، الحكومات هي عارفه بتعمل ايه، بس كمستواك انت شخص عادي بتروح شغل، انت مصلحتك مع مين؟ فده اللي بيعمله الامريكي المستثمر، بياخد مصادر بس بيحطها لك تاني، بترجعها له تاني، بيبيعها في بلده، انت بتصنعها وبيبيعها هو في بلده. فانت بتشتغل يا جماعه. الشركات مثلا البترول والتعدين وكل المصانع الامريكيه بتروح عندك وبتفتح مناطق صناعيه وجنبيها سكن للموظفين وطرقات للموظفين وكل المستلزمات للمدينه الصناعيه دي. فده الامريكي بيفيدك وبتستفيد. فانت تقول حتى لو يعني مثلا انت على مستواك برضو الشخصي، انت كفرد او انت كعامل موظف بتستفاد، لان انت لو ما كانش هو موجود كان ممكن ما كنتش تبقى شغال، او شغال في مكان حكومي او
عام، او يعني مرتبك ضعيف. طيب الروس، ماشي خلاص، اخدنا اتحيزنا للروس، اتحيزنا لروسيا. لا، روسيا بيجي عندك بيقول لك انت بتعمل، لا خلاص ال5 دولار دول بتوعي، انا هجيب لك الماتيريال، انت بتشتغل عندي ولك مرتب كل ده كل شهر. هي دي الاشتراكية او الشيوعية. وبيخلي لك بلدك سكنات عسكرية. اهو احنا شفنا عمل ايه في الشعب السوري. يعني الشعب السوري مش قصته مش بعيدة يعني، عشان خاطر قاعدة ولا قاعدتين على البحر المتوسط، قصف شعب، يعني كان ممكن يقتل الشعب السوري كله، ما عندهوش مشكلة، لا حقوق إنسان ولا ناس بتموت ولا أي حاجة. وأنت على مستواك الشخصي لو عندك إن ده نجار وبتعمل ده، لا خلاص بقى بتاعه، ده بقى بتاعه أو بتاع الدولة، وأنت موظف عنده وبتاخد مرتبك. ده هو كده الروسي، هو ده نظامهم. طب الصين، خلاص هننحاز للصين. الصين يا جماعة بتغير طبقات في المجتمع. برضو المثال بتاع النجار ده، هو بيجي خلاص بقى انت تحت السيطرة الصينية، ما هو لازم انت رايح له عايز منه اسلحة وعايز منه مش عارف، لازم يسيطر عليك اقتصاديا كمان. برضه هياخد مواردك وهياخد كل مفيش حاجة لا، والصين حبيبتنا والصين دولتنا والصين من لا، مفيش الكلام ده، مصلحتهم هيعملوها. فعلى مستواك الشخصي ده، لو رجعنا تاني للمثال بتاع النجار، بتعمل انت بكام الدولار، وبيكلمك الدولار وبتبيعه ب5 دولار، هو هيشوف ده ايه ده 3 دولار بتربح، لا انا هروح اصنعه في الصين وارجع ابيعه في بلدك ب4 دولار واطلعك انت من البيزنس. وده اللي حصل، وده اللي حصل. طبقات كتيرة، مثلا اتكلم على مصر، مثلا في شهر رمضان، فانوس رمضان، الفوانيس بتاعت رمضان دي كانت في شهر رمضان بتشغل ناس كتيرة جدا. آه، بتوع الصاج، بتوع الازاز اللي بيقطعوا الازاز عشان يعملوه للفانوس، بتوع الشمع، بتوع الفتل اللي بيحطوا فيه الشمع. بتشغل ناس كتيرة جدا، حرفيين كانت بتشتغل عشان شهر رمضان ده. هو لما بقيت انزل بعد كده في المناطق اللي كان فيها حرفيين، مقفولة، كل المحلات قافلة. تنزل عند الاسواق تلاقي كل البلاستيك بتاع الصين، الفانوس رمضان بقى بلاستيك، بقى فيه لمبة، بقى فيه عصفورة، بقى فيه صوت. يعني ما الناس تقول لك التقدم، يعني ده فانوس رمضان حاجة شعبية وحاجة فولكلور، يعني ما كانش يعني مفيش حاجة تدل على التقدم. بالعكس، الفانوس رمضان اللي هو كان القديم بتاعنا الجميل ده، هو بالشمع ده، كان شكله احسن 100 مرة، او فرحته اكتر 100 مرة من البلاستيك بتاع الصين. فطبعا صناعات البلاستيك كلها في مصر وقفت. الحرفيين اللي كانوا بيعملوا البازارات اللي هي الحاجات بتاعت الهدايا والفراعنة، كلها ميد ان شاينا. انا لما نزلت مصر الحاجات كانت غالية جدا، لما رجعت طلبتها من الامازون كانت ميد ان شاينا بس رخيصة، ارخص من هناك. ليه؟ لان الصين بتصنعها هناك عندهم ويجوا يبيعوها غالية جدا في مصر عشان السياح. فهتلاقي طبقات من الشعب المصري، طبقات لان الحرفي ده كان بيعلم ابنه، ابنه يعلم ابنه، والمحل بيفضل مفتوح للعيلة. كل الاب يورث الصنعة عن الجد، والجد يورث الصنعة للابن، وهكذا. فالدخول الصيني بكل البلاستيك والحاجات ده هي شالت الصنعة دي. فحرفيين كتيرة قفلوا جدا محلاتهم، وحرفيين كتيرة بقوا اللي هم البلطجية اللي احنا بنشوفهم دلوقتي. اولادهم بقى البلطجية لان مفيش شغل، والاقتصاد طبعا تعبان جدا، فبقوا اللي هم بتوع الشوارع. فانت تختار مين؟ انت كشخص انسان، انا مش بتكلم على الحكومات. انا بشكر، على فكرة انا بشكر الحكومة المصرية والحكومة زي الاردن، وما بيسمعوش للناس العاطفيين دي، عايزين يروحوا يحاربوا، عايزين يروحوا يتو يعني يبقوا انحازوا لدول تانية. دول ناس باين عليهم الحقد والتفاهة. مثلا زي الأستاذ طلعت زكريا اللي عنده أخبار العالم. ده الأستاذ ده بيتكلم عن الهلاوس السمعية البصرية
لترامب ونتنياهو مش عارف ايه، ومش عارف ان هو اللي بيتكلم، هو اللي عنده هلاوس سمعيه وبصريه. خلاص ده دخل الحرب. الصين وكوريا وروسيا وايران عندهم دلوقتي صواريخ توصل للبر الرئيسي الامريكي، ممكن كلهم يضربوهم ويبقى كده فازوا الثلاثه، وانتهت امريكا واتشالت من على وش الارض. ليه يا ابني؟ ليه؟ ليه؟ ليه الحقد دهوت؟ وليه الكره دهوت؟ ماشي، ما انا عارف انه دي مسألة تطورية، ان الضعيف بيكره القوي، اكيد يس، ما مش هنكره، بس لمصلحتك. طب عشان مصلحتك احترمه. الصين عايز تروح للصين اتفضل، ما هي مش قادرة تخش تايوان. لو الصين واقفة على البر بتاعها وحدفت طوبة كده هتوصل على تايوان. ليه مش قادرة تروح؟ لأن أمريكا فعلا دولة قوية. فأنت لما تتحيز فكر الأول عايز تتحيز مع مين، وما تخليش الحماسة والعواطف والشجعانة دهيت والعنترية البلهاء تقودك وتحيد رأيك، تحيد رأيك الصحيح، وتبعدك وتوديك في مشاكل احنا في بلدنا زي مصر مش محتاجينها. خلينا زي ما احنا كده اهوت، مش عايزين حرب، مش عايزين الاقتصاد زي ما هو، يعني كده كده تعبان جدا. الاستاذ الروائي، والصين بتخترع، والصين يعني هو ليه؟ لانه تافه، هو انسان تافه مش قوي، ما بيعملش حاجه، فيروح يعمل ايه عشان يبين انه انا الصين، لا الصين بتعمل صواريخ ممكن توصل لامريكا وممكن تضرب امريكا، والصين بتعمل دلوقتي مش عارف طياره شبحيه كمان ممكن ايه ده؟ ايه الحقد؟ يعني انت ما تقول انت عملت ايه؟ مش الصين رايح للصين، وسوريا عملت الصاروخ اللي بيفرط فرطوط. لا يا شيخ، ما هو قاعد زي ما قال ترامب، يعني حرب اسبوعين قاعد فيها 4 سنين، وكل شويه يعمل زي العيال الصغيره، يطير طياره من جنب مسيره مش عارف ايه. ودول بتوع اليوتيوب بيبيت اوروبا من المغرب. ليه ما تخش يا باشا؟ في ايه؟ ما تخش، مش انت ده الصين فرح؟ قول له يا حبيبي خش. محمد ممدوح بتاع القناه السمري، يا جماعه في ايه؟ ايه الحقد ده هوت؟ ليه الحقد يعني؟ مخليك ذكي. ليه بتشحن الناس؟ وليه بتكره الناس في ناس تانيين؟ ليه؟ بدون اي سبب. ليه؟ لانك انسان تافه، انسان ما عندكش اي حاجه انت عملتها فمش عارف تعمل ايه. يوتيوبر انت يعني. ده اللي ما عندوش شغل، ما عندوش اي مستقبل، بقى يوتيوبر. بتقرا لنا اخبار من اسرائيل من الصحف الاسرائيليه، بتقرا لنا اخبار بتاعه صحفيين تانيين، وتيجي جاي تقولها لنا. يعني انت اكتر من كده ايه؟ يعني تخيل انا بس يعني مش ممكن يا جماعه. انا فعلا يعني اتضايقت جدا ان الناس دهيت تافهه لهذه الدرجه، ان هو بيقرا اراء صحف. وايه لا احلى حاجه بقى التسريبات. انا لسه جايلي تسريبات لسه قاريها على كل الصحف العالميه، وهما بيقولوا كده. بص التفاهه، شويه تسريبات. يا جماعه تسريبات ايه وبتاع ايه؟ انت عارف يعني ايه تسريبات؟ انت عارف يعني يعني معنى كلمه ايه تسريبات؟ ده احنا في المجال الطبي ما بنقدرش نقول اسم المريض على التليفون كده وبنتكلم معاه، وما بنقدرش نقول اسمه على التليفون. انت كده عايز المخابرات تقعد تطلع كده تسريبات؟ بيشتغلوك ليه؟ لانك فاشل وتافه، بتصدق اي حاجه، اي حاجه بتصدقها. ومن على لسان مين؟ صحفيين. ولا لا خلي بالك ان موقع زي تكتيكال ريبورت ده من بفلوس، ده بفلوس. فعشان كده عشان بفلوس يبقى ايه؟ اكيد. وانا دفعت الفلوس وباخد الاخبار، فمحدش يعرفها غيري انا. ده الاستاذ محمد ممدوح كل شويه عندي تسريبات، عندي تسريبات، كل الصحف العالميه قايلاها. ليه؟ لانه تافه، لانه بيلعبوا بيكو. لانه بيلعبوا بيكو. انت فكرك المخابرات الامريكيه كده دي قاعده CIA قاعدين على المصطبه عمالين يطلعوا تسريبات؟ تعالى يا استاذ صحفي انا عندي تسريب عايز اقوله لك.
بيلعب بيك ليه؟ لان انا عارفك انت تافه. انت اول ما هتلاقي حاجه زي كده هتروح الحقوا يا جماعه، وفي جندي اسرائيلي هرش في راسه. طب يهرش في راسه ليه؟ لانه بيفكر انه ازاي يهجم على مش عارف ايه. تفاهه تفاهه وهبل. ويعني ده ناس، بس المشكله انها بتلاقي قبول عند ناس كتير جدا، وبيتحمسوا وبيتشجعوا وعايزين بقى يروحوا يحاربوا. ليه الحرب؟ ليه ما تعيش في سلام؟ ليه ما يبقاش انت عندك مصلحة وانا عندي مصلحة ونتصالح كلنا، وانت تعيش وتربي ولادك وتدخلهم جامعات ليه؟ ليه يعني استفادوا ايه الناس اللي دخلت الحروب؟ بس فيعني ده اللي عايز اقوله. انت مالكش دعوه بالحكومات، مالكش دعوه بالدول. الدول هتعمل اللي هي في مصلحتك، ولو ما عملتش كده يبقى هي تتساءل قدامك. انت تسألهم انتوا عملتوا كده ليه؟ ليه خدتوا قرارات الغلط؟ وبصراحة انا بذكر يعني اجين الحكومة المصرية بصراحة انها ما بتسمعش للناس العاطفيين ده هم ومش عارف ايه، ولازم احنا مصر عندها مش عارف ايه ولازم نخش. لا لا، ليه الحرب؟ الحرب دي اخر حاجة تفكر فيها. في حاجة كمان يا جماعة، ويعني دي آخر حاجة أنا يعني كنت متوقعها من الناس التافهة دي، بس حصلت. ده يدل اللي هم نصابين وتافهين جدا. عمالين يعرضوا عن كونسل ماد، اللي انت تتكلم مع دكتور بره وتشرح له حالتك وهو يعالجك ويبعت لك العلاج. يا جماعة الموضوع ده لا يمكن دكتور محترم في أمريكا أو في أوروبا أو في كندا يتعامل مع مريض في بلد تانية بالطريقة دي. لا لا، ده غلط جدا. احنا هنا يعني انا هنا في رخصتي من تكساس ما اقدرش اعالج مريض في اريزونا اللي هي جنبنا على طول 5 ساعات من هنا. ما اقدرش. ليه؟ لان هم عندهم قوانين تانية غير عندنا. عشان اوصف مرض او ادي مرض او دواء لمريض في اريزونا لازم اخد رخصة اريزونا. فلا يمكن دكتور امريكي يعالج مريض في مصر. لا يمكن. لا يمكن. ليه؟ لانه وخصوصا لو يعني في عنده كرونيك إلنس زي السي اتش اف، عنده امراض القلب او الكبد او السكر. لا يمكن انا اعالجك كده في يعني لا، ما ينفعش. احنا هنا بنعالج التيلي هيلث او الفيديو. ناس مثلا بيبقى يكون مريض استابلش، يعني مريض عندي بشوفه، شفته قبل كده وعارف تحاليله وعارف قصته، ممكن تبقى زيارة عادية او فولو اب. ممكن كده او بيكون مثلا عنده برد زكام بيكح، حاجات بسيطة، وبرضه ببقى يعني يومين ثلاثة لو متحسنتش تجيلي على طول على المكتب. لكن ده انت عايزه تعالجه عبر القارات. طب ما فين التحاليل؟ طب ما انت لما هتعمل تحاليل، ما انت اي دكتور في مصر ممكن خلاص ما التحاليل. فيا جماعة ده عملية نصب، واللي يعرف ان عامل الموضوع ده يا جماعة يقول لهم ده نصب نصب نصب. صعب جدا وغلط جدا ان انك تعالج او تتعالج من شخص عن بعد في دولة تانية. طب واللانجوج، اللغة، آه، يعني لا يا جماعه ده كان موضوع نصب. بس طبعا لان ده راعي وبيدوهم بتوع اليوتيوب دول فلوس، بيعينهم وراعيهم ومش عارف ايه، فطبعا لازم يعرضوا كده وينسوا ضميرهم وينسوا انه ان ده غلط جدا. يعني دي حاجه غلط. فاللي يعرف حد يا جماعه عامل الموضوع ده يوقفه ويقول لهم لا، ما تكملوش موضوع الكونسل ميد. دي اكبر نصبه ممكن تحصل لانسان، وغلط جدا 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 جدا. فاتمنى انه محدش ياخد رايي بموضوع غلط. ده رايي، وده اللي بتشوفه. انت عايز تتحايز، عايز تروح لجهه ماشي، بس شوف مصلحتك على المستوى الشخصي فين. واتمنى اكون افدتكم، وشكرا جدا وسعيد اني رجعت تاني اشوفكم. باي.